أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج خاص حول الانتشار الكثيف لفيروس كورونا كوفيد 19 في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. افتتحت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أواخر العام الماضي مركز جيان كوفيد 19 في مدينة قامشلو، والمخصص لحالات الإصابة بفيروس كورونا. تعرضت المنطقة لإصابات كثيرة من الموجة الثالثة للفيروس، وبحسب المسؤولين في هيئة الصحة هي الأشرس من ظهور الفيروس. يعمل مركز جيان كوفيد 19 بكامل طاقاته ويحوي معدات طبية متطورة، ويستقبل حالة الاشتباه والإصابة بالفيروس وبخطوات وقائية واحترازية ممنهجة. هل يكفي هذا المركز لوحده في مدينة مثل قامشلو والانتشار الكثيف للفيروس؟ ما هو العائق لاستخدام مرافق أخرى كمراكز طبية أو مشافي للطوارئ؟ للحديث أكثر عن مركز جيان كوفيد 19 معنا عبر الهاتف الإداري في مركز جيان كوفيد 19 في مدينة قامشلو، بهاء حبو. مساء الخير سيد بهاء. مساء الخيرات، يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا سيد بهاء، بداية لو تخبرنا عن التسمية، لماذا مركز وليس مشفى؟ هي مركز باعتبار هي مركز لإيواء بس للمشفى كوفيد للمرضى كوفيد. باعتبار هي مركز مختصرة بس للمرضى كوفيد. لهذا السبب سميناه مركز وليس مشفى. نعم، من يشرف رسميا على هذا المركز، مركز جيان كوفيد 19؟ ما فهمت السؤال، بس صوت عم ينقطع. سيد بهاء، من يشرف رسميا على هذا المركز، الإشراف العام على هذا المركز من أي جهة؟ وزارة الصحة. وزارة الصحة. نعم، لو تتحدث عن الأقسام والأجهزة المتوفرة في مركز جيان. الأقسام عندنا قسمين: قسم الطابق الأول قسم الرجال، نعم. والطابق الثاني قسم النساء. في عندنا طاقة المشفى يستجيب ل 76 سرير، فينا نستوعب 76 مريض. في حال إذا إجانا هالحالات فينا نستلم هذول المرضى. لدينا طاقم 6 أطباء بالتناوب على مدار 24 ساعة. أيضا عندنا لدينا كادر تمريضي 20 ممرض وممرضة مناوبين على مدار 24 ساعة. كما لدينا 12 عنصر رعاية صحية يخدمون المرضى من أكل وشرب وحلاقة الذقن إذا لزم الأمر، وهم نعم، كمان مناوبون على مدار 24 ساعة. هاي بالنسبة هذا للكادر بالنسبة الطبي. للطاقم الطبي. نعم، أيوة. بالنسبة للأجهزة سيد بهاء. عندنا أجهزة، في عندنا أجهزة مثل المنافس. في عندنا 6 أجهزة منافس موجودة بالمشفى. في حال إذا مريض بده منفسة، يعني طبعا طابقين، كل طابق 6 أجهزة تنفس، يعني المنافس نعم. تساعد المرضى على المنفسة. بالطابق الأول في 6، وبالطابق الثاني يعني قسم الرجال 6 وقسم النساء 6. هدول المنافس يساعد المرضى في حال إذا وصل حالة المريض إلى ذروته، يعني بده إجباري أكسجين، هو ما بقى يستنشق أو يصير معه تنفس طبيعي. في عندنا محطة أكسجين على مدار 24 ساعة في أكسجين بنعطي للمريض. وفي عندنا اسطوانات أكسجين احتياطية أيضا نعم. ممتلئين جاهزين عند سرير المرضى في حال إذا أي حادث أو أي عطل في محطة الأكسجين صار. عندنا اسطوانات نعطيهم للمرضى حتى يصلح محطة الأكسجين. نعم، هاي بالنسبة للأجهزة المتواجدة لديكم. ما هي الأجهزة التي لا في تحتاجونها سيد بهاء؟ نعم. دقيقة بس، في شيء ثاني. في عندنا تفضل. أجهزة مثلا تخطيط قلب، في عندنا إيكو، في عندنا صادم، في لازم لا سمح الله، هذول أيضا موجودين.
الأجهزة اللي مثلا يلزمونها أجهزة كثيرة، بس للأسف المعابر مسكرة، ما عندنا معابر. يعني حتى الدولة السعودية إذا جانا مثلا أجهزة يستولوا عليها ويخليها لعندهم، ما بقى يعني ما يخلونها يجي لعندنا المنطقة الإدارة الذاتية، والمعابر مسكرة. والمعبر الوحيد مفتوح عندنا معبر سيمالكا، والأجهزة اللي جانا لهلا عن طريق معبر سيماكا فقط لا غير. نعم. سيد بهاء، ذكرت قبل قليل عن الأسرة في المركز. الطاقة الاستيعابية للمركز بشكل عام. الطاقة مثل ما قلت لك، يعني الطاقة الاستيعابية ذروة المشفى 76 سرير بس 76 فقط. للرجال يعني والنساء. للرجال والنساء. نعم. ذكرت عن الكادر الطبي والممرضين، لكن عن الاختصاصات سيد بهاء، ما هي الاختصاصات المتوفرة في المركز؟ عندنا الكادر الطبي 6 أطباء اللي موجودة عندنا على مدار 24 ساعة. هدول أطباء يعني داخلية وطب عام. بس في عندنا إذا لزم الأمر فينا مثلا نستشير الأطباء الصدرية والقلبية والداخلية، يعني على حساب المشفى نستشيرهم، يجون على المشفى يكشفون على المرضى، أي دواء لازمهم يكتبون إياه، ونحن على حساب المشفى نجيب لهم الأدوية. نعم. هل هناك اختصاصات عناية مركزة، إنعاش وتخدير في المركز؟ في عندنا كادر مخصص للتخدير نعم. والعناية المركزة. كيفية التعامل مع الفيروس من قبل الكادر الطبي، هل أخضع الطاقم لدورات تدريبية، دورات تأهيلية؟ ومن هي الجهات التي ساعدت ذلك الطاقم؟ طبعا الكادر الطبي كله تدريب محلي، ما حدا جاء درب الكادر الطبي تبعنا. الكادرنا كله اخذ احتياطاته واخذ تدريباته من تعامله مع المرضى. طبعا في عندنا لباس خاص للمرضى الكوفيد، في عندنا كمامات، قفازات، حتى شواطات للاحذيه. على بهالطريقه نتعامل مع المرضى المصابين بمرضى الكوفيد. أخضع لدورات محلية سيد بهاء؟ لا، ما اتخذوا لاي دورات. نعم. بالنسبة لطرق الوقاية المتبعة لديكم في مركز جيان، وبالنسبة لكوادركم العاملة ولمرافقي المرضى، كيف تكون التعامل؟ عندنا في مشفى جيان طاقم تعقيم على مدار 24 ساعة. طبعا كوادر عم يعقموا المشفى على مدار 24 ساعة، يعني كل نص ساعة ساعة إذا لزم الأمر يقوم بتعقيم المشفى. عندنا كادر طبي أيضا مثل ما قلت لك، يعني في لباسه خاص يلبس ويفوت بين المرضى كل 8 ساعات. عندنا مناوبات كل 8 ساعات يعني يتغير. الممرض او الممرضه يفوت بين المريض، ما يطلع لبين ما يخلص المناوبه تبعه، باللباس النظامي كامل مع التعقيم مع كل شيء نظامي. يفوت نعم. بين المريض ويعطي لزومه بما يخلص المناوبه تبعه ويطلع. هذا هو المناوبات والشغل العام للكادر الطبي بين المرضى. نعم. هل يسمح لذوي المرضى بالزيارة داخل المركز؟ في حالات طارئه جدا ان فينا نفوت المريض، نلبسه اللباس الكورونا المعقم من كافه المواد، نلبسه المراجع، نفوت لعند المريض تبعه 5 دقائق، نخليه نشوف المريض تبعه بس 5 دقائق فقط لا غير، ونطالعه برات المشفى. نعم. مع الانتشار الكثيف لفيروس كورونا مع الموجة الثالثة، سيد بهاء، ما مدى سرعة انتشار هذا الفيروس؟ وهل لديك إحصائية بعدد الحالات الداخلة لمركزكم؟ وهل تستقبلون جميع الحالات المصابة أو الحرجة؟ تمام. في الفيروس فعلا سريع الانتشار، يعني انتشاره سريع جدا. في عندنا الحالات يعني احصائيه يوميه فينا، قدرت اجيب لك يعني الاحصائيات الثانيه ما كان فيني اجيب لك، يعني لانه في عندنا مرضى وتعاملنا مع المرضى، صار معي يعني وضع ظرف خاص. بس اليومي يعني من 35
لا وصلنا من 35 مريض ل 50 العدد للمشفى، مراجعين للمشفى. يعني اليوم وصل العدد، نقص العدد ل 33. يعني في عندنا حاله الجناح الرجال، صار عندنا حالات الاشتباه. طبعا في قسم الرجال في جناح خاص نعم. للاشتباه بما يطال المسحه تبعهم. اربع حالات اشتباه، 17 حاله ايجابيه يعني معه كورونا. هدول قسم الرجال. اما قسم النساء عندنا حالات اشتباه 4 وحالات ايجابي يعني معه كورونا 6. عندنا حالتان بس اليوم بقى على منافس، حالتان بس، امراه ورجل. هدول احصائيات اليوم بس اليوم. نعم. على ماذا يتم الاستناد في استقبال المصابين؟ بمعنى هل يمكن لأي شخص زيارة المركز بمجرد لديه شك بالإصابة؟ طبعا في عندنا مراجعين يعني يوميا من 10 مراجعين ل 50 مراجع يجي لعنا بده يعمل مسحه، لانه معه كورونا ولا ما معه كورونا. نحن نقوم نساله الاعراض اللي يصير معك. اذا معه اعراض فينا نعمله مسحه، اذا ما معه اعراض ام نقول هلا ما فينا نعمل مسحه، حتى اذا عملنا مسحه ما يطلع ايجابي، لانه يطلع المسحه غلط. اذا ما يطلع معك اعراض الكورونا ما فينا نعمل لك مسحه، الا يكون معك اعراض حتى نعمل لك مسحه يطلع مثلا سلبي يا ايجابي. عم يجينا مرضى كثيره وحالات اشتباه فيه، وعم نستقبلهم بكل. سيد بهاء، أنا حابة توضح لي هالنقطة، أنه أي شخص أي مصاب يستطيع مراجعة المركز للاشتباه أو الإصابة به، أم هناك جهات أخرى يرسل إليكم كأطباء مشافي أو الهلال الأحمر، أم تستقبلون تمام جميع المصابين؟ تمام. في عندنا نستقبل جميع المصابين طبعا. في منه المرضى عم يجوا عن طريق الهلال الاحمر، عن طريق الاسعافات، وفي مرضى عم يجون على حسابهم الخاص بسيارتهم الخاصه. عم نستقبل جميع الحالات عن طريق الهلال كان او على حسابهم الخاص بسيارتهم الخاصه يعني. نعم. سيد بهاء، رح ناخذ فاصل صغير ونرجع. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا متابعي إذاعة بوير في الحلقة الأولى من برنامج خاص حول الانتشار الكثيف لفيروس كورونا كوفيد 19 في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. أهلا وسهلا فيك مرة تانية سيد بهاء. اهلا وسهلا. أهلا. بالنسبة للحالات المحولة لمركز جيان، من أي مدينة أكثر المصابين؟ وأيضا بالنسبة لأعمار المصابين، هل هناك مصابين بأعمار صغيرة؟ تمام. في اكثر المرضى عم يجونا على المشفى بمركز كورونا من القامشلي. حالات قليله عم يجينا من العاموده، نعم. بس اكثر الحالات القامشلي. وعلى اعمار من 45 سنه فما فوق، ل 80 ل 86. نعم. هذول الحالات عم يجونا. هل هناك مصابين بأعمار صغيرة؟ صدف عندنا حالتين العمر 25 سنه. 25 سنة. أي. نعم. تقصد أن الحالات مقتصرة كالموجة الأولى على المسنين فقط؟ هالحاله صار تقريبا شهر، تاثر على المسنين اكثر. نعم. سيد بهاء، نحن الآن في اليوم 12 من حظر التجوال الكلي التي فرضتها الإدارة الذاتية. برأيك هل ساعد هذا الشيء في تخفيف عدد الإصابات، أم أن الموضوع أشبه ما يكون الخروج عن السيطرة؟ للحظر له دور اكيد. اكيد الحظر نفع، بس اذا لزم المواطن بهذا الحظر، لانه نسبه المرضى نقص من 50 عندنا بالمركز ل 33. اليوم كان عدد المرضى عندنا 33، قبل كان 50 المريض.
كان موجود عندنا بالمشفى. هلا نزل 33 اكيد لانه الحظر لعب دور. بس في شيء ثاني، لانه المواطن ما يلتزم بالحظر. هاي مشكله اساسيه بالنسبه للمواطن. اكثر المرضى عم يجونا على المركز اصابتهم قديمه مو جديده، يعني نعم. من قبل عيد النوروز من 21 اذار ولا هلا. يعني اقل شيء يجينا مريض عم نساله امتى صار معك الاعراض، قال عم يقول لنا من قبل 10 ايام. هذه الحالات صارت يعني جميع الحالات قديمه. المصاب اللي صار معه قبل 10 أيام يا ترى ما يكون الأعراض عليه تكون خفيفة؟ الاعراض اللي يظهر على المريض خفيفه 5 ايام، بعد 5 ايام يظهر اعراض عم يشتد شوي شوي على المريض. يعني من 10 ايام ل 15 يوم ذروه الاعراض 15 يوم. يعني بعد 10 ايام يعني 10 11 12 13 14 ذروه المرضى 15 يوم، يوم ال 15 13 و14. نعم. سيد بهاء، بما أنه عم نحكي عن الحظر الكلي، برأيك الاستمرار في الحظر الكلي يخفف أكثر من الإصابات؟ اكيد اكيد الحظر له دور كثير، و لازم يبقى الحظر على ما هو. لأي واذا فترة؟ من يعني صار اليوم 13 14 يوم اظن نسبه المرضى خفوا. واذا حتى اذا صاروا مثلا شالوا الحظر الكلي، يبقى الحظر الجزئي سالي المفعول لشهر. نعم. وصلنا لنهاية الحلقة سيد بهاء، بماذا تنصح الناس في هذه الفترة الحرجة؟ طبعا ندائي للمواطنين، أتمنى من جميع المواطنين أن يأخذوا الحذر والحيطة من هذا الفيروس لأنه مميت، وأن يلتزموا بهذا الحذر، وأن لا يستخرجون من المنزل، لا يخرجون من المنزل إلا في حالات الضرورية، وأن لا يختلطوا مع المريض المصاب بهذا الفيروس. أتمنى جميع المواطنين أن يلتزموا بهذه النصائح، ويلتزموا حتى ما يسوء المرض ويبقى سالمين بالبيت. شكرا لك سيد بهاء. يسلموا، شكرا لكم. وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة حول الانتشار الكثيف لفيروس كورونا كوفيد 19 في مناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا. أشكر ضيفي عبر الهاتف الإداري في مركز جيان كوفيد 19 بهاء حبو، وكل الشكر لكم مستمعينا على حسن الإصغاء. موعدنا في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.